المتسابق السادس في هذا اليوم عمار محمد عبد المؤمن من السودان، فليتفضل مشكورا. عمار سيقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو ويمتحن بمذهب المالكي. تفضل يا شيخ بشير. السؤال الأول: اقرأ من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. حسبك.
اقرأ من قول الله تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتري فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. حسبك. السؤال الرابع: اقرأ من قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. حسبك. بارك الله فيك يا شيخ عمار. أكمل من قول المؤلف في باب صلاة الجمعة: فرض على العين صلاة الجمعة. فرض على العين صلاة الجمعة شرط الوجوب اعدد لها في 6 ذكورة حرية إقامة قرب والاستيطان ثم الصحة. أما شروط دائها فأربع إمامة مع أمنها والجامع. أما شروط دائها فأربع جماعة مع أمنها والجامع ثم إمام خاطب مقيم وخطبتان فيهما يقوم وامنع كلاما أو سلاما فيهما وبالأذان للعقود حرما كالبيع والشفعة والمضاربة فافسخه لا مثل النكاح والهبة. وكره عند الأذان النفلا كتركه للاستنان الشغلا أو سفر يبديه بعد الفجر وبالزوال امنع لظعن الحر. وسن غسل بالرواح اتصلا يعيده من نام أو من أكلا. وعذرها المبيح للتخلف عري وتمريض قريب مشرف. أحسنت، بارك الله فيك. بارك الله فيك الشيخ. بارك الله فيك الشيخ. السؤال الثاني من أسئلة الفقه: ما معنى قول الناظم وامنع كلاما أو سؤالا فيهما أو سلاما فيه؟ كلاما أو سلاما. وامنع كلاما أو سلاما فيهما وبالأذان للعقود حرما. يذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت
أن الكلام والسلام محرم أثناء الخطبتين، خطبتي الجمعة. قال: وبالأذان للعقود حرما، بالأذان الثاني، فإذا أذن المؤذن الأذان الثاني الذي يجلس فيه الخطيب للخطبة تمتنع جميع العقود إلا ما استثناه في قوله: لا مثل النكاح والهبة. بارك الله فيك الشيخ. السؤال الثالث: اذكر شروط وجوب الجمعة وما دليل ذلك من الأبيات. شروط وجوبها: الذكورة فلا تجب على المرأة، والحرية فلا تجب على العبد، والإقامة فلا تجب على المسافر، والقرب فلا تجب على البعيد، والاستيطان لأن يكون الإنسان مستوطنا مقيما في المقام، فلا تجب على الذي ليس مقيما. قال الناظم رحمه الله تعالى: شرط آخر شرط كمل. نعم، بقي شرط أخير. أيوة، الشرط الأخير هو الصحة فلا تجب على المريض. المريض مطلقا فلا تجب على المريض إلا يعني المرض الذي لا يستطيع معه الذهاب، يعني كما قال في الأعذار: أو مرض. طيب. الأبيات: ذكورة، قال: شرط الوجوب اعدد لها في 6: ذكورة، حرية، إقامة، قرب، والاستيطان، ثم الصحة. أحسنت. تمام، بارك الله فيك.